السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. خلاص المدارس على الابواب، فاضل لها يومين. علشان كده النهارده هعمل لكم وصفه من احلى الوصفات. المافن من الوصفات الحلوه اللي ممكن ولادنا ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. ده بقى المافن، وطبعا في فرق كبير بينه وبين الكب كيك. طب ايه الفرق اللي ما بينه وما بين الكب كيك؟ المافن بيبقى شكله كده زي ما انتم شايفين، منفوخ شويه من فوق، بيبقى شبه المشروم. بيبقى وشه مقرمش، لكن طبعا من جوه بيبقى طري جدا، دايب، الشوكولاته بتبقى دايبه فيه. طعمه خطير. كمان المافن بنقدر نعمل منه الحادق، لان العجينه بتاعته بيبقى قوامها تقيل شويه، فبتتحمل المكونات اللي هي الزيتون بقى والسوسيز والحاجات دي، ما بتسقطش فيه. يلا بينا نشوف اول حاجه المكونات. معايا كوبايتين من الدقيق، دول انا نخلاهم كويس قبل التصوير. 3/4 كوبايه زيت، 3/4 كوبايه سكر، كوبايه زبادي اللي هي وزنها 105، وحوالي كده نص كوبايه من رقائق الشوكولاته او الشوكليت شيبس، او يعني الحق يعني على قد ما موجود عندك استخدميه. وكمان بيضتين بس بدرجه حراره المطبخ، رشه صغيره من الملح، وربع معلقه بيكنج صودا، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، معلقتين كاكاو خام. هنحط اول حاجه المكونات الجافه كلها على بعضها، وهننخل طبعا الكاكاو، ضروري ننخل الكاكاو علشان التكتلات اللي بتكون فيه. وهنحط جزء من الشوكليت شيبس مع المكونات الجافه، علشان يتغلف بالدقيق وما يسقطش في المافن من تحت، يعني عشان يبقى مختلط كده بيه، ونلاقيه في وسط المافن شوكولاته دايبه كده. هنجيب بوله وهنحط فيها البيضتين ومعاهم السكر، وطبعا الفانيليا علشان البيض، وهكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف. هنقلب بمضرب يدوي عادي، مش محتاجين مضرب كهربا. هنقلب كده يعني دقيقتين 3 لحد ما نحس ان السكر ابتدى يدوب في البيض. اختلطوا ببعض كويس ولونهم يبتدي يفتح شويه. هنضيف الزيت بالتدريج وهنقلب تاني. بالنسبه للماده الدهنيه، انا استخدمت زيت، والزيت بتاع بيت شمس اللي استخدمته النهارده. ممكن طبعا نستخدم خليط ما بين الزيت والسمنه، او الزيت والزبده، لكن الزيت بيديله رطوبه حلوه قوي، وكمان بيخلي الوش مقرمش. آه، ضفت الزبادي وقلبت كويس. وهبدأ دلوقتي بقى المكونات الجافة، هي جاهزة عندي، هبتدي اضيفها بالتدريج، وهقلب بالمضرب اليدوي. مش محتاجة خالص مضرب كهرباء ولا خلاط، هو سهل جدا، فبيختلط معايا بكل سهولة كده بالمضرب اليدوي. ضفت المواد الجافة كلها، وعايزه اقول لكم ان انا فاتحه الفرن مشغلاه على درجه حراره 180 من اول ما ابتديت اشتغل. نزلت بالسباتيولا الجوانب. شايفين قوام العجينه ده؟ قوام المافن بيبقى تقيل شويه، بتبقى اشبه كده ببلح الشام شويه. هنزله في الكيس الحلواني علشان اقدر اوزعه بكل سهوله في الصينيه. وهيدخل الفرن على درجه حراره 180 من 12 ل 15 دقيقه بالظبط. وقبل برضو ما اخرجه هختبره بالخله، لو طلعت نضيفة بطلعه على طول. ده شكله كده جاهز، فاضل بس خطوة واحدة صغيرة، وهي اني هوزع على وشه باقي رقائق الشوكولاته او شوكليت شيبس. عايزه اقول لكم البديل بتاعها شوكولاته المطبخ العاديه اللي هي الشوكولاته الخام. ممكن ان انا ابشرها كده بالسكينه واحطها استخدمها يعني في المافن، احط جزء في العجينه وجزء على وش العجينه. كده جاهز، هيدخل الفرن. وده شكله بعد ما خرج من الفرن، اخد بالظبط 15 دقيقه وبقى بالشكل ده. عايزه اقول لكم ريحته رهيبه، البيت كله مليان شوكولاته، ريحته مقلوبه شوكولاته. كمان طعمه يعني مش عارفه اوصف لكم طعمه جميل قد ايه. المقادير دي مظبوطه جدا، عملت لي 12 واحده من المافن بالظبط. هحط لكم المكونات كلها في صندوق الوصف. عايزه اقول لكم كمان ان بديل الزبادي ممكن نستخدم اللبن الرايب، ولو ما فيش لبن رايب ممكن اخد كوبايه، 3/4 كوبايه من اللبن الحليب العادي، واحط عليها معلقه كبيره من الخل. بسيبها شويه بتديني بتروب معايا، بتديني لبن الرايب، وبقدر استخدمه كبديل الزبادي. يلا بينا نقطع واحده ونشوف شكلها ايه. شايفين الرقائق الشوكولاته دايبه ازاي من جوه؟ كمان وشه فيه قرمشه حلوه، لكن هو من جوه طري جدا ودايب مع بعضه. يعني المكونات كلها دايبه في شوكولاته، كاننا بناكل شوكولاته كده صافي. اهم حاجة في الوصفة دي ان احنا نستخدم نوع كاكاو خام، يكون نوع جيد، يعني ما يكونش حاجة مخزونة، علشان الطعم كله قايم على طعم الكاكاو. كمان الزيت اللي هنستخدمه بلاش نستخدم زيت القلية، نستخدم زيت الذرة او زيت دوار شمس، بيدي نتيجة رائعة. وبس، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بتمنى يكون عجبكم.
وهاسيب لكم المكونات كلها بالكوبايات وبالجرامات في صندوق الوصف. ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله في وصفات أحلى. شكرا ليكم. سلام عليكم.